إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الأول انطلاقة بطيئة لناردين من البداية، بينما كويستشن مارك هو اللي يتصدر السباق من البداية، وثم تأتي لزام في المركز الثاني، بينما المرشح الثاني سوشيالايت يأتي في المركز الثالث، بينما سوشيالايت الآن تقدم إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك مرتاح، بينما المركز الرابع تأتي هنالك لزام، بينما هوب نوب يأتي في المركز الخامس. هنا خطوة بخطوة الآن كويستشن مارك وأيضا سوشيالايت، بينما المركز الثالث يأتي مرتاح، بين المركز الرابع هنالك بمحاذاة السياج يأتي هوب نوب، وثم تأتي أيضا جريس كيلي المرشحة الأولى في هذا الشوط. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، ولا زال كويستشن مارك هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي أيضا سوشيالايت المرشح الثاني في آخر 400 متر. هنا سوشيالايت يتقدم الآن، وثم كويستشن مارك يأتي في المركز الثاني، هوب نوب في المركز الثالث، وناردين في المركز الرابع، بينما هنا تأخر للجياد المرشحة. هنا سوشيالايت لا زال هو اللي يتصدر السباق، هوب نوب الآن هو اللي يتصدر السباق، بينما ناردين أيضا قادم من المسار الخارجي. هنا ناردين يتصدر السباق الآن ويقترب من انتزاع الشوط الأول. إذا ناردين بطل الشوط الأول، هوب نوب في المركز الثاني، جريس كيلي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنالك سوشيالايت. إذا ننتظر نتيجة. إذا ناردين الغير المرشح في هذا الشوط من ينتزع ويخطف الشوط الأول من هذه الأمسية بقيادة الفارس أندرو. غير المرشح ناردين، ولكن كان مرشح من قبل قائد الهرمز أبو خليفة. مبروك على ترشيحك. الله يبارك. أنا ما أدري، أنا ما سألتك، ما مداني الوقت، يمكن أسألك ليش رشحته، لكنك يعني بيض الوجه وجاب لك المركز الأول وبقيادة أندرو يولت. عندك طبعا نبارك احنا حق أسامة هاشم على فوز ناردين بهذا الشوط. وانت اذا بترجع حق نتائج ناردين ترى شوف نتائجه اخر 3 مراكز عنده في مسافه 1600 احرز مركز اول، تراجع في مسافه 1400 واحرز المركز الثالث المركز الخامس.